السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مزياد في فيديو جديد. الوقت هعمل لكم يا حبايبي الفطير من على وش البوتاجاز، لان في ناس بيقولوا احنا عندنا الفرن مش بيخبز حلو والكلام ده، ونفسهم ياكلوا فطير، فانا حبيت اوريه لهم بيتعمل من فوق البوتاجاز ازاي. خليكم معايا. معلقة ملح صغيرة، معلقة سكر، لازم السكر اهو يا حبايبي. الدقيق كيلو ونص او كيلو، انت وراحتك انت، دي حاجه ترجع لك انت، حاجه ترجع لك انت. الوقت اقلبوا في بعضهم. هو ده عجينه الفطيرايه. بصوا حاجات بسيطه جدا، مع كوبايه ميه بقى طبعا رك عليك في العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. هو ده عجينته. بص بسيطه جدا، بسيطه جدا، مفيش حاجه صعبه عند ست البيت الشاطره. اهي هلفه بالعجينه واجيلكوا تاني يا حبايبي بعد ما عجنتها بالنظام ده. اهي اهي يا حبايبي، بصوا اهي 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 بالنظام ده. بروح بقى عامله انا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. اهي بروح واخداها كده بالنظام ده. اهي عاملاها صغيره عشان اعرف ايه ابططها. انا ممكن اعملها كبيره، بس انا بعملها صغيره على قد المكان اللي انت فيه. انا ممكن اعملها كبيره. انا بعمل كل ده اهو بالنظام ده. بحطها على صينيه فيها زيت عشان ما تلزقش. اهي يا حبايبي، اهي بالنظام ده. دلوقتي يا حبايبي رجعت لكم بعد ما قرصت اهو. عملت ايه، الحته قد كده، بص اهو. بس لازم يتحط على زيت اهو يا حبايبي. في الصينيه لازم يتحط على زيت اهو يا حبايبي كده. ده الكيلو ونص دقيق اهو، كيلو ونص دقيق ده. هسيبه بقى يريح وارجع لكم وانا بفرده. دلوقتي يا حبايبي العجينه استريحت اهي اهي، فانا هوريلكم بقى وانا بفردها على حس ايه. على فكره الترابيزه ديت انا مخليها عامله زي الرخامه، ممكن اعمل عليها، ممكن اعملها في اي صينيه والكلام ده. يعني ممكن تعملي في صينيه، ما عندكيش ترابيزه اعملي في صينيه، ممكن تعملي في اي حاجه. هنا بص الزبده على زيت، زبده على زيت. وعلى فكره في زبده للفطير مخصوص، وممكن تعملي قشطه على زيت. اهي زبده بتيجي من سوبر ماركت للفطير بالذات والحلويات، فانا حبيت اوريها لكم اهي. عندك قشطه اعملي بقشطه، ما ينفعش الزبده اللي هي بتاعت السمنه بتاعت العلب اللي هي النباتيه، لازم تحط عليها زبده. اهي يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. انا عاملاه صغير، المفروض ان انا بعمله كبير، بس انا بعمله صغير على حسب الناس اللي ما بتعرفش تعمله كبير. اهو اهو يا حبايبي، اهو بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي النظام ده. ممكن واحد يعملها على رخامه المطبخ. انا بعمل كل ده على بحيث اللي ما تعرفش تعملها على رخامه المطبخ. انا عندي كل حاجه انها تخص تعمل فطير كبير، بس انا بعمل على حسب اللي بتعمل في شقتها. اهو يا حبايبي كده بالنظام ده. بصوا اهو اهو، ده اللي بيعملها في الرخامه بتاعه المطبخ، اللي بيعملها في رخامه المطبخ اهو يا حبايبي، اللي بيعملها في قلب شقته. ممكن تفطري منه، ممكن تعشي عيلك منه، تعمليه بسكر، تاكليه بمش، تاكليه بجبنه، تاكليه براحتك انت، بتنوعي فيه زي ما انت عاوزه، بتنوعي فيه زي ما انت عاوزه. اهو يا حبايبي، بص رقتها ازاي زي السجاره ازاي.
اهي. تعملي ايه بقى؟ اهو يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي كده، اهو اهو يا حبيبي النظام ده، اللهم صل على النبي. وانت بقى بتلميه بتروحي شاده كده، بصي اهي بالنظام ده، اهي كده بالنظام ده، اهو اهي اهي يا حبايبي، بصي اهي اهو يا حبايبي دي كده، وتكوميها وتعملي واحده غيرها اهي. دلوقتي يا حبايبي انا عملت الاولانيه اهي، دي الاولانيه ودي التانيه اهي، دي التانيه اهيت. بص رؤي السجاره الاخرى اهي اهي، ممكن تعملها على قد الرخامه، هي كده دلوقتي على قد الرخامه. فبجيب اللي انا عملتها اول واحده اهيت بالنظام دي اهو يا حبايبي، واروح بقى تانيه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي اهو بالنظام ده، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي اهي كده، اصبع واحده صغيره بالنظام ده، ديت واحده صغيره اهي يا حبايبي، تتحط في الصينيه وتتبطط. خليكم معايا دلوقتي يا حبايبي، انا رجعت لكم بعد ما بططت الفطير اهو، فردت اهو. دي الصغيره اللي هي 2 اللي انا قلت لكم عليهم، وديت الكبيره ديت او الصغيره. انا عندي فرن، بس في حاجه، كل ما اكلم حد يقول احنا ما عندناش فرن، هنعمل ازاي يا ام زيد؟ نعمل فطير ازاي؟ احنا ما عندناش فرن. فانا حبيت اعمله لكم من على وش البوتاجاز، على حس تشوفوه بيتعمل ازاي. ممكن تعمليه في العشاء، ممكن تعمليه في الفطار، وقت ما تحبي تعمليه. يعني انا ممكن احط الصينيه دي في قلب الفرن واريح نفسي، بس انا حبيت اوري لكم بتعمل ازاي من على البوتاجاز. دلوقتي يا حبايبي اهوت انا جبتها اهيت عشان وانا بقلبها، بصوا اللهم صل على سيدنا محمد. اهي يا حبايبي، بس هظبطها وبعد كده ايه. والتانية اهي، التانية اهي يا حبايبي اهي، بردك من على الوش اهو، وش البوتاجاز الفطير اهو. اهو يا حبايبي بوريكم انا بعمله. دلوقتي يا حبايبي رجعت لكم بعد ما خلصت الفطير اهو بالنظام ده، عسل والجبنه اللي كنت عاملاها، المش اللي كنت عاملاه اهو، ده المش اللي انا كنت عاملاه، وادي الفطير اهوت اللي انا خبزاه من على وش البوتاجاز اهو يا حبايبي. وبص هنا حبيت اعمله بالسكر عشان في عيال بتحبه بالسكر اهو يا حبايبي، بوريهولكم اهو. بص حبايبي اهو، خليكم معايا، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي اهو، بصوا اهو اهو اهو، دي معموله والله على وش البوتاجاز زي ما انا وريتهولكم اهو يا حبايبي. اعمله بقى 4/4 كده عشان اعمله بالسكر لعيالي، في عيال بتحب بالسكر وفي عيال بتحبه بالجبن اهو يا حبايبي. بصوا مورق ازاي اهو، معمول كله على البوتاجاز، اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. سكر ناعم بقى بودره كده اهو، زي اللي بيتباع بره ممكن تجيبيه من المحل بالنظام ده، ومش مكلف حاجه. اهو يا حبيبي بالنظام ده، وادي الفطيره اهو، بردك الكبيره اهو، الكبيره احب اوريهولكم اهو يا حبايبي. بصوا انا بقطع لكم كل حاجه عشان اهي بنفس النظام مورق اهو يا حبايبي اهو. ولو عجبكم بقى ان شاء الله تعملوا لايك ومتابعه، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، يا رب يعجبكم اهو يا حبايبي. دي مفيش حاجه اسمها مستحيل، يعني ممكن ست البيت تعمله على وش البوتاجاز، تفطر بيه، تتعشى بيه، والله تتغدى بيه، ده حاجه ترجع ليها اهي اهو يا حبايبي. ودي يا حبايبي بعملها في صينيه كبيره، واما اجي اقلبها اروح حاطه صينيه عليها واروح قلبه كده بنفس النظام ده
بالنظام ده. فعاوز تعمليه كبير تعمليه، عاوز تعمليه صغير تعمليه انت وراحتك. اهو من فوق وش البوتاجاز. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا كل احبابي.